منهم من قال إنه لا يجوز، وأن الإنسان إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله فهو كافر، بناء على أن التعليق للشك والتردد. ونحن نقول إنه إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله فعلى حسب النية. إذا قال إن شاء الله، إن كان الذي حمله على ذلك التردد والشك فلا إشكال أنه كافر، لأن الإيمان يجب أن يكون جزم. وإن كان قصده أنا مؤمن إن شاء الله يعني بمشيئة الله فهذا حق، لأنه لا إيمان إلا بمشيئة الله. وإن قال أنا مؤمن إن شاء الله قلتها تبركا لا تعليلا فهذا أيضا لا بأس به. فصار 3 أقسام: إن قالها ترددا فهو كافر، إن قالها تبركا فهو جائز، إن قالها تعليلا أن إيمانه وقع بمشيئة الله فهو أيضا جائز. طيب، هل تقال في الأمور المحققة مثل إنسان صلى وسلم فقلت له صليت قال إن شاء الله، فهذا إن أراد الفعل فهو لغو، وإن أراد الثواب فهو حق. طيب، إنسان أعطيته خبزة فأكلها، قلت أكلت الخبزة قال إن شاء الله، يحتاج إلى هذا؟ لا يحتاج، هذا لغو وما أشبه ذلك. المهم أن التعليق بالمشيئة له أحكام مختلفة. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.